ازيكم يا جماعه؟ البريمير ليج الاسبوع ده كان عندنا ماتش كبير جدا، توتنهام وتشيلسي. في مثل كده يقول لك لما يبقى في فيل كبير في الاوضه محدش بيجيب سيره ان في فيل كبير في الاوضه، لانه غريبه جدا مش ونتجنب ان احنا نتعامل مع الموضوع ده. ذا بيج اليفنت ان ذا روم، يعني ايه؟ جورجينيو كلاعب رقم 6 طول الموسم، ومن ساعه ما بدا الموسم ده مع تشيلسي. الراجل ده كان رايح سيتي اصلا. الراجل ده في تشيلسي دلوقتي لعب تشيلسي كله مبني عليه هو وهازارد، والونسو حل ويليان حل، لكن على الاثنين دول واحد بيخلص مهارات فرديه وواحد بيطلع بالكره من تحت ويوديها للثلث الاخراني. جورجينيو كلاعب رقم 6، اللعيب اللي هو نقول عليه ريجيستا، هو لعيب كوره، هو مش لعيب قطع كوره. هو لما بيقطع الكوره عشان بيقف في مكان صح، يقفل خط باصه، يتوقع باصه كده، يعني ليبرو متقدم. يعني جورجينيو اي لعيب رقم 10 عدل بيضغط عليه، جورجينيو بيغلط، جورجينيو بيطلع كرة وحشه، بيعطل الهجمه، بيبقى فرصه لباصها وما يعملهاش. سيجرتس ماتش ايفرتون، ماتا في ماتش مانشستر يونايتد الشوط الثاني، وكمان فيرمينيو في ماتش ليفربول الشوط الثاني. ودي حاجه حصلت هنا في الماتش ده. بدل عليه مره اريكسن، مره بدل عليه ديلي الي. اي حد فيهم كان سون حتى لما كان بيميل، بس اي حد فيهم كان بيميل عليه بيضغط. جورجينيو بيرجع الكره لورا، بيلعب باص غلط. كمان حاجه تانية، انه لما الكره بتيجي على شماله هو الشمال دي مش موجوده، اللي هو يعني اي لعيب حتى المفروض ريجيستا في المركز ده، بوسكيتس يا عم اللي هو اعلى حاجه للمركز ده، وبيرلو لما كانوا بيتزنقوا في المركز ده على اللي هيخرج كوره ده، مفيش الكلام ده. دي حاجه تانية. الادوار التانية اللي معاك في وسط الملعب، كانتي وكوفازيتش. قعدنا من هذا المنبر من اول الاسبوع الثاني انه يا ساري بيلعب بكانتي، ومع الوقت ده مش لعيب ساري. والثلاثه في النص دول اللي تلعب بكانتي، هو الثالث اللي قدام المدافعين، يا ما تلعبش بيه في الاثنين اللي المفروض يهاجموا. دلوقتي ساري بيطلع في التصريحات يقول لك انا عايز من كانتي ادوار هجوميه اكتر، وعايز منه مجهود اكتر ويتحسن اكتر وبتاع. هل كانتي دي عيبه عليه ان هو ما عندوش ناحيه هجوميه كويسه؟ لا، مش عيبه عليه خالص. هو لعيب ديستروير، هي دي وظيفته. هو من احسن الناس في العالم، ما كانش احسن واحد في العالم بيعمل المهمه دي. فما جيش اطلب منه يعمل حاجه عكسها تماما. انك بتطلب من كانتي حاجه هو مش هيعملها، دي حاجه وفي اصرار عليها. وكانتي بيطلع جوه ال 18 وتلعب له كره عرضيه. طب اللي هو حاجه غريبه جدا بصراحه. انت عندك واحد زي فابريجاز لو لعب جنب جورجينيو، اتنين يمسكوا رتم الماتش، يسلم ويستلم ويبقوا حلين. لان جورجينيو لما بيتقفل عليه خلاص. روديجير ولويز مع اي ضغط عالي الكره تقطع منهم، بيغلطوا غلطات غير طبيعيه. كمان عندك الباكين، ودي حاجه في اسبليك، يعني الونسو عارفين كلنا بيتقدم ومساحات في ظهره والكلام ده كله. لكن عندك الناحيه الثانيه كمان اسبليكويتا، بطئه في دفاعيا او كمان هجوميا لما بيجي ما بيزيدش الزياده اللي تخليك عندك حلول. دي مشكله تشيلسي، حلولها قليله. لو هازارد فايق في يومه تمام، لو جورجينيو اتمسك اتقفل عليه برقم 10 ضغط عليه هيخرج كوره، هيبقى تشيلسي خروج بالكوره بتاعها ضايق. لان في الاخر بتيجي كام واحد باصير في وسط ملعب تشيلسي، وفي كام واحد باصير في وسط ملعب سيتي مثلا لما بيجوا يتضغط عليهم. يعني لو برناردو سيلفا قاعد، ديفيد سيلفا قاعد، هيبقى في جندوجان، هيبقى في دي بروين، هيبقى في الناس دي كلها. كمان حد تاني، كوفازيتش ده لما مشي من مدريد انا قلت الراجل ده هيعمل طفره في وسط ملعب تشيلسي، عامل جبهه حلوه جدا مع الونسو ومع هازارد في الناحيه الشمال دي. ما شفناش اي اضافه الراجل ده بيعملها في وسط ملعب تشيلسي. ده المفروض انت المتنفس الهجومي في الثلث الاخراني جنب هازارد، ده انت اللي تعمل حاجه. مفيش الكلام ده. غير كده وكده انت كنت شفت يعني دي حاجه لما توتنهام حطوا الجون الثاني بتاع هاري كين، اللي هو ديفيد لويز بيوسع له يا حبيبي، وعاد ودخلت عادي في كيبا، وكيبا واقف يتفرج بس ماشي، يعني هنقول هنعديها عشان هي غلطه لويز اصلا من الاول. توتنهام وقفوا واستنوا وابتدوا يلعبوا اللعبه بتاعهم اللي هم بقوا يجددوا فيه السنه دي. ان هم الراجل استنى وبقى يلعب هو على المرتده، يلعب على المساحات، يلعب على السرعات. خلاص بقى متقدم 2-0 على ملعبه، مش محتاج انه يفضل ضاغط لانه عارف ان ده في الاخر هيستنفذ من طاقته البدنيه يعني. بس شفت جورجينيو وهو بيلاحق على سون لما عدى من الونسو وعدى من جورجينيو. شفت جورجينيو والنبي كابتن وبتشعبط فيه ان هو هيلحقه وهيجيبه، ان هو مش اللعيب الموبل اللي يروح ويجي ويتحرك ويقف. هو اخره بوزيشننج. لو ضربته بباص، ضربته بتهويش، ضربته بسرعه، هو خرج بره الجيم. في حاجه في الماتش ده وهي باينه بقى لها كام ماتش يعني في توتنهام الموسم ده، وانا مش عارف، انا ما اعتقدش انها بالقصد، هي جت معاهم كده شويه، ان هم وهم وحشين بيكسبوا وبيعرفوا يكسبوا فرق الجون ده ويناموا عليه. انا شايف انها ده بسبب الاصابات وحوار كاس العالم والارهاق وبتاع، فكان عندهم غيابات كتيره جدا. فكان بوتشيتينو مضطر ان هو لا، احنا مش حوار هنلعب بقى كره جميله ونمتع الجمهور كلاعيبه وكمدرب، لا احنا عايزين نكسب، وعايزين نكسب عشان نفضل في المنافسه مع ليفربول وسيتي وتشيلسي وبتاع. وفعلا دي احسن بدايه توتنهام من بدايه البريمير ليج. في بس يا جماعه حاجه كمان على موراتا، انا ما شفتش مهاجم بيقع في الاوفسايد كده من ساعه انزاجي. يعني انا لما وقعت على الكوره اتفرج على كوره، انزاجي كان بيقع في الاوفسايد كتير قوي. كنت انا في الاول قبل ما اتفرج عليه كتير كنت اللي هو ده مهاجم تعبان، ده بيقع كتير في الاوفسايد وبتاع. لكن مع الوقت انزاجي ده هو بيلعب على كده بس هو دي عنده ديفو على فكره. دي مش حاجه حلوه يعني، او مش ميزه. انا مثلا احسن مهاجمين شفتهم في العالم بيضربوا الاوفسايد
ديفيد فيا، مايكل اوين، تريزيجيه، الناس بتضرب الاوفسايد حلو جدا مع ان مش كلهم كانوا صراع. لكن مثلا عندك موراتا ده حاجه غريبه. اولا واحد هو لما بيقف على الكوره بيعطلها، 2 لما بيحاول يعمل لينك اب بتقطع منه، التحامات بيخسرها، فينش على الجون بيضيع. طب انت بتعمل ايه؟ فاللي هو انا فعلا ماتش عن ماتش وبيجيله فرص اسهل بكتير حتى من الفرق الصغيره وبيضيع. فالماتش ده بان فروقات وبان انه امكانياتك انت ايه. انت كل حلولك كتشيلسي كانت من ويليان او من هازارد، لو جريوا عمل عرضيه او جري واحد فيهم شاط على الجون وخلاص كده. محمد علم يا جماعه واحد منكم بعت لنا على الفيسبوك التحليل بتاعه للماتش وكان هو شايف الماتش ماشي ازاي. محمد كان شايف انه تبادل المراكز اللي كان بين سون والي وكين ده خلى دفاع تشيلسي يبص حوالين نفسه يعني ويبقى بيحل على صاحب الكره وخلاص، وخلى فيه مساحات بالعبيط وغلطات وضغط كبير جدا على لويس وروديجير. توتنهام بدأوا الماتش نفسهم ضاغطين جامد جدا واللعب كله كان على جورجينيو، وده خلى خروج الكره من تشيلسي معقد جدا، وده باين ان تشيلسي ما عندهمش الكواليتي ولا باين ان هم جاهزين يلعبوا تحت ضغط زي ما السيتي بيلعبوا كوره. هو كمان شايف ان اوريه عمل ماتش حلو جدا دفاعيا وكان مقلل الخطوره الناحيه الشمال دي اللي فيها الونسو وهازارد، وشايف ان بوتشيتينو قرا الماتش كويس جدا واستغل افضليه الارض وبدا بضغط عالي في الاول يسجل وبعدين يستقبل اللعب عشان ما يتعبش فرقته بدنيا ويلعب على المساحات في ظهر تشيلسي. وشايف ان ماتش زي ده هيرجع توتنهام في المنافسه تاني ويخلي ساري يبتدي يشوف ممكن يغير ايه في التشكيله لو فعلا عايز يكسب الدوري. شكرا يا محمد على كلامك، بصراحه كلمتين موزونين. يا جماعه برضو حد شاف ماتش وعايز يبعت لنا تحليله ويبعت لنا على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، وانا لو شفت الراجل ده اللي بعته كلام مفهوم كلام موزون مش راجل هجاص مش كلام حمص يعني هنقوله في حاله الماتش. ليفربول واتفورد في كام نقطه كده عايزين نتكلم عليها عشان يعني في حاجات ناس اللي بتحب تتكلم عليها حتى انا شايف انها هري يعني. طبعا اول حاجه احتفال صلاح ده راموس، انا عمري ما ركزت في احتفال راموس ده، وبعدين انا بعدين قريت ده قال لك احتفال صلاح والله ما اعرف اعملها حتى اعملها دلوقتي مين كان بيعمل ايه مش فاكر. علي واحمد يا جماعه بيعملوا لي من ورا والله ما اعملها مع رايي والله، واحد بيعمل كده وواحد بيعمل عصفوره دي بتاعت شاكيري يا عم في كاس العالم دي. دي 33 ده صلاح. راموس بيعمل ايه بقى؟ راموس بيعمل ايه؟ راموس عمل كده وازار عمل كده عصفوره برضو كده راموس كده ايه بقى اوكي اهو يعني ما فيش اي علاقه بين بس تقريبا عشان مش عارف صلاح كان ليفربول حاطط ان صلاح جاب 6 ما هو ايوه يا عم عشان كده مش حوار قال لك راموس. والفكره ان راموس انا شفت صورتين كده هم مش شبه بعض فالناس بتحب يا جماعه في صحافه صفرا في انجلترا وفي اوروبا زي هنا والله فما تصدقوش ايه اصل اكيد مش عشان مدريد خسر من ايبار فيروح هو بالليل عامل الموضوع ده مش يعني ايه ده. بس عايزين نتكلم في حاجه ان صلاح لاول مره التشكيله اللي هي بتبقى قبل الماتش اللي هي التشكيله على الورق كده صلاح محطوط مهاجم رسمي يعني مش مثلا في الماتش وبيبدل مكان وفيرمينيو بيسقط والكلمتين اللي اتكلمنا عليهم ومش كلنا بنشوفهم دي، لا الراجل مهاجم بدا من اول دقيقه ومحطوط في الخطه كده مهاجم. طبعا دي اتكلمنا عليها الموسم اللي فات انه لما كان بيعملها في الماتشات وهو كسبان كلوب ماشي مفهومه عشان بيلعب على مساحته الكلام ده كله، لكن لما كان بيبدا بيه كده كنا بنتكلم طب هو صلاح بيحب يبقى جاي وشه للجون ويسند مع حد ويخش لجوه ظهره للجون حد بيضغط عليه الالتحامات البدنيه، هو ده نفس الكلام اللي حصل في ماتش واتفورد وهو فعلا ما عرفش ياخد التحامات بدنيه غير قليله جدا وكان بيلعب على سرعته. وده مش كل الكور هتجيله ارضيه لانه فيها كور هتبقى ليفربول بتطوح بترمي قدامه خلاص، فانت محتاج المهاجم حتى لو فيرمينيو مش هيعمل كده بس علي فيرمينيو بقى له فتره بيلعب في المركز ده فممكن نشوف مع الوقت صلاح الحته دي بيتطور فيها بيزيد فيها. بس نقطه ثانيه هي ان ليفربول وده اللي يفسر يعني سيبك من ان الماتش كان 3-0 وبتاع بس سيبك من انه ليفربول السكورات بتاعتهم القليله دي الواحد الاثنين الارقام دي انا شايف ده بسبب انه لعيبه ليفربول وسط الملعب بالذات سواء فاينالدم ميلنر فابينيو الناس دي بقت تاخد ريسكات اقل في الباصات، بقى يلعب لو هو فرقته كسبانه بيلعب الباص السهل او لو هو بيلعب قدام فرقه اقل منه وعارف انه هيجيبها وهيكسبها حتى لو بره ملعبه بيلعب الباص السهل وبيستنى يلعب على الفوارات الفرديه والمهارات دي لانه مش عايز لانه في ضغط على ليفربول جامد قوي السنه دي وانا شايف الضغط ده يوصل للعيبه والكلوب لازم تكسب حاجه انه انت اولا لازم تفضل بقوي حراس براس مع سيتي لانه اول ما تقع خلاص انت هم هيفتحوا عنك وهيفرقوا عنك، لكن غير كده لازم تكسب حاجه يا دوري ابطال. فده انا شايف انه عامل ضغط عليهم في طريقه لعبهم حتى انه يعني هو احنا شفنا لما صلاح بيلعب كده بقى مين بيلعب يمين شاكيري ده خف الضغط شويه عن ارنولد لان ارنولد ده كان بيبقى متعري صلاح على طول قدام في اي حد بيروح 2 دبل اب على ارنولد فيعني الواد اصلا بيحب يزيد لوحده وما شاء الله بيلعب عرضات في المدرج كلها. بس في الاخر انت بتتكلم على ان انت شاكيري ده اداك لكن فيرمينيو في سقوطه ده انت خدت واحد من الثلاثه اللي في وسط الملعب اللي هي دي كانت من ميزات ليفربول السنه اللي فاتت مع تشامبرلين كان هو الثالث مع فاينالدم ومع ميلنر مفيش تشامبرلين فنبي كيتا ما اعرفش ايه اللي حصل له فبتتكلم دي فاينالدم وفابينيو وميلنر وبتخمس في 2 من الثلاثه دول فهنشوف ده هيتطور بعد كده الماتشات الجايه ازاي. لكن حاجه كمان بصراحه بين فوستر راجل دخل فيه 3 اجوان
بس بصراحه الراجل شال كتير قوي قوي، وشال كور صعبه جدا. هو عمل موسم من اول موسم، عمل موسم حلو جدا، ومع وست بروموش استفرت حلو جدا، ومن اللعيبه القليله اللي هو حارس مرمى، فطبيعي يبقى عمره طويل في الملعب، بس اللي هو لما بيكبر مستواه بيعلى كمان وبيبقى حاجه اللي هو كان فين الكلام ده من زمان. ارسنال وبورموث بصراحه، هو ارسنال يعني الماتش ده من اقل الماتشات اللي لعبوها مع امري. اتصاب لاكازيت، الراجل لعب 3-4-3 ودي كانت مفاجاه كبيره جدا، بس انا شايف انها لو فضل مكمل عليها هي هتفتح له حاجات في السكواد اللي معاه هو ما كانش عارف يستخدمها او ما كانش واخد لها احسن استغلال. باكات ارسنال الاربعه، الاثنين اللي هنا والاثنين اللي هنا، هم دفاعيا تعبانين جدا الاربعه. فانت كمان عندك، لكن هجوميا بيلرين وكولازيناك الاثنين حلوين جدا، ومونريال كمان ناحيه الشمال. فانت عندك لما يعني كولازيناك عمل اسيست وبتاع، بس ما كانش عامل احسن حاجه، بس مع الوقت لما ياخد فورمه هيبقى مهام الدفاع عنده اقل بكتير. هو وبيلرين هيعملوا جبهات حلوه جدا. ولعب امري كده، امري اكتر مركز بيحبه في الملعب هما الباكين، بيحبوهم جدا جدا المركزين دول في الملعب. فانت عندك دول كمان ان ده هيفتح لك السكه بتاع انك تلعب باوباميانج ولاكازيت الاثنين في القلب ويتطرفوا بمزاجهم، بس في الاخر مفيش واحد هو انا الليفت وينج الماتش ده، انا الليفت وينج ال10 دقايق دي، مفيش التبديل اللي هو بالغصب ده، لا الاثنين تحتيهم الرقم 10 اللي هيبقى برده عنده مساحات كتيره جدا يبص يمينه ويبص شماله، سواء اوزيل او مختاريان. حاجه اخيره يا جماعه، ايدي هاو اللي الناس اتفرج علينا الموسم اللي فات كنت انا بقول عليه المدرب العاهره، ان الراجل ده لما بيلعب قدام الفرق الكبيره بيفتح الجيم على طول، فتح الجيم ويروح ويشيل سكور وفوق ويفتح الجيم. يعني انت خسران 3-0 خلاص بقى، لا يفتح الجيم برده، يروح بيلعب سيتي في ملعبها وعايز يلعب كرة على الارض، يروح يلعب ليفربول وبيلعب كرة على الارض. ده كان بيستفزني جدا، اللي هو انت معلم في الاخر، انت كان العشم بتاعك انك تخلص اول 10، تخلص 12 13 حاجات كده، فانت منين كده ومنين بتروح تفتح وانا بلعب كرة هجوميه وبلعب كرة على الارض وبتاع. الراجل ده الموسم ده بصراحه الفرقه بتأدي ما تفهمش، لان الموسم اللي فات بعد اول 6 جولات كانوا مركز 17 وكانوا هيمشوه، لكن في الاخر ما مشوش الراجل وكمل معاهم. الموسم ده هو مركز 8، خسروا برده من كل الكبار لحد دلوقتي، بس الراجل بيند مع الكبار، مع تشيلسي ومع يونايتد ومع ارسنال. الاسبوع الجاي عنده سيتي في الاتحاد، كل ما يروح يلعب سيتي في الاتحاد من ساعه ما طلع من الدرجه الثانيه وهو بيروح ويشيل 4 ويشيل 5 ويشيل ارقام كده. فهنشوف الراجل ده هيعمل ايه قدام، ان هو الراجل هيروح جوارديولا دايما بيشكر في جوارديولا قبل الماتش، جوارديولا ده مدرب، ده مش عارف ايه، الله اسلوب اللعب، ويروح يشيل 5. اخر حاجه يا جماعه، مانشستر يونايتد وكريستال بالاس. هو بجد والله، اصل انا بجد والله العظيم من غير اي حاجه انا اتكلم في الموضوع ده كتير جدا جدا جدا، لدرجه ان ما بقاش في حاجه تتقال. عارف انت، في كان مره في هشام الجخ قال لك كل اتجلى متجال، هو كده في حاجه تتقال. انا بصراحه ابتديت ابقى يعني هنكمل الموسم ازاي، يعني انه مع مويس مثلا لما كان الموسم باين انه داخل في سكه معلش وهنشوف ولما مشي طب لكن لانه مورينيو دي اللي احنا فيه الموسم ده دي اسوأ بدايه لمانشستر في تاريخ البريمير ليج. ونبص نلاقي سيتي بتتكلم انها هتكسب الدوري كده، ليفربول احسن بدايه ليهم في تاريخ البريمير ليج وتشامبيونز ليج وبيتكلموا في حاجات كده وبتاع، وانت الاثنين رايفلز التاريخيين بتوعك بيلعبوا كوره ثانيه وفي مكانه ثانيه وانت في حته ثانيه خالص. انت الجول ديفرنس بتاعك -1 الجول ديفرنس بتاع مانشستر سيتي +31. انت ثالث اكتر فرقه استقبلت فرص في مساحه بدايه الدوري. كريستال بالاس اللي حطوا 8 تجوان في ال 13 جوله خارجين من الملعب زعلانين ان هم اتعادلوا. اتكلمنا على لعيبه واتكلمنا على اداره واتكلمنا عن شرط الجزائي فمش هيمشي، وهيطلع الناس اللي بتشجع مورينيو وجمهوره شبحته يقول لك ايه ده الجوده والخامات اللي معاه. لا، ما انت مش عارف تكسب كريستال بالاس في ملعبك. ايه علاقه ده ان مفيش مدافع؟ يعني ايه علاقه ده انك انا ما عنديش مشكله الناس برضه تقول لك ايه هو زيدان هيجي يعمل ايه، مش مشكله زيدان، مشكله اي مدرب. انا عايز مدرب يعرف اصلا يوصلني على الجول، لان المدرب اللي معايا انا مش فاهم هو معتمد على ايه، هل هو بيمرن اللعيبه على حاجه مش بتنفذها ولا هو مش بيمرنهم على حاجه ولا لان هو بيطلع يقول لك ايه قبل الماتش، عمل في الانترناشونال بريك عمل لقاء مع صحفيين برتغاليين، فبيقول لهم اللعيبه مع لوك شو مارسيال وراشفورد ويونج ولينجارد قصدي ما عندهمش كلمه كده مش هقولها، قصده يعني ما عندهمش كوجون اللي هي كوهونز اللي هي ما عندهمش يعني مش رجاله، يعني خلاص ما عندهمش العصب ده، مش رجاله. فسالوه في المؤتمر الصحفي قبل الماتش هو انت فعلا قلت كده؟ لا انا مش هلعب لعبتكم، انا مش هرد على السؤال ده اللي هو ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، انا مش مش كده. جه بعد الماتش يا مورينيو انتوا قعدتوا مع كريستال بالاس ملعبكم مفيش قلب، احنا مشاعرنا ما كناش مشاعركم ايه يا بابا. فهو الراجل انا مش حتى بقى يلوش، يعني حتى كلامه بقى ولسه من اسبوعين بعد ماتش يوفنتوس عمل كام حركه والبتاع والواحد التاني رجع يحن للراجل ما تفهمش. انا بصراحه
وصلت لمرحله ان والله بقى فارق معايا والله يعني اقول لكم حاجه، ماتش بالاس ده انا ما اتفرجش عليه، كنت فاتح الماتش بتاع ليفربول وواتفورد على ال 11 عشان 11 دي بيعملوا اللي هو بيجيبوا الاجوان، اي ماتش بيجيبوا فيه الاجوان وبتاع، وقاعد بتفرج مش فارقه معايا، ولما عرفت ان احنا اتعادلنا مش فارقه معايا، لانه انا مستني ايه؟ ما بقتش مستني حاجه، وبقيت بس زعلان انه خلاص كده انت صرفت وجبت مورينيو، يعني جبت مدرب اسم بعد السيره اهو، وعمال تخسر، وهم مش هيغيروا المدرب وهيستنوا الاداره عشان شرط الجزاء 20 مليون 25 مليون استرليني حاجه كده، فهم هيستنوا لحد ما يبقى التوب فور يعني بالورقه والقلم كده خلاص مش هتجيبها عشان يمشوه، عشان ده كده في بند في عقد ومش هياخد الشرط الجزائي. فهي ماشيه كده. لو النادي هيتباع لحد سعودي اهلا بالسعودي، يا لهوي والله هينضفونا، اهلا بالسعودي، تركي الشيخ الملك سلمان العيله الملك، اي حد هيشتري النادي ويخلصنا من الجليزرز، اي حد هيجي مكان مورينيو، اي لعيب هيدي ب 10 جنيه رجوله في الملعب وهيلعب. مش بقول اللعيبه ملهاش علاقه يعني، انا تمام، لكن في حاجات كده يعني فعلا بقت الناس تقول لي ايه هنشوف بقى طلع مانشستر، مش عايز اقول ومش عايز اتكلم ومش فارق معايا، والله العظيم ما بقى فارق معايا. اتكلم على السيتي اقول ايه؟ فرقه كسبت 5 ولا 4 ولا بره ملعبها وهم عندهم دي بروين احسن لعيب الموسم اللي فات عندهم مصاب، وبرناندو سيلفا اللي جاب مكانه مصاب، ومندي الباك الشمال مصاب، وكسبوا 4-0 بره ملعبهم وعاملين جول ديفرنس صح 30، اتكلم في ايه؟ مالك؟ انا تعبان يا كابتن، انا تعبان اقسم بالله الخير جاي والله العظيم، انا تعبان يا كابتن والله. ده يا جماعه اللي حصل في اسبوع البريمير ليج. مبروك لمانشستر سيتي الدوري، مبروك ليفربول المركز الثاني، توتنهام بقى ان شاء الله هم وتشيلسي حد فيهم ثالث، ارسنال رابع، لا هم حد فيهم الثالث والرابع والله ما عارف احسبها حتى يعني دماغي ساحت يعني. مبروك بقى واتفورد وليستر وبورموث والناس اللي كلها وولفرهامبتون، الناس دي كلها احنا 10 9 حاجه كده حلوه على علاقه كده. قال لك بيقول لك دي خير هيمضي مع يوفنتوس او مع باريس، بوجبا ماشي مش عارف ايه، لوكا مارسيال يلا 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 احنا نقفل ضرافه بقى. ده يا جماعه حصل البريمير ليج الاسبوع ده، نشوفكم الاسبوع الجاي. يا جماعه احنا موجودين على يوتيوب وانستجرام وفيسبوك وتويتر على كي فنيين. على يوتيوب احنا دلوقتي داخلين في 77,000 سبسكرايبر، بنحاول ان احنا نوصل 100,000 سبسكرايبر معاكم. يا ريت تعمل شير الحلقه وتعمل سبسكرايب وتشغل الجرس النوتيفيكيشن عشان توصلك اي حلقه جديده. نشوفكم الاسبوع الجاي، سلام عليكم.